وباقي الظفر. شيخ حمد، يا حمد. حمدان روح كمل شغل، انا بجيك الحين. ها درويش، بشر، وصلتوا البضاعة؟ وصلناها، بس في شيء اريد اخبرك فيه. خير بعد، شو صاير؟ قبل وصولنا في بضاعة ثانية وصلت مثل بضاعتنا وبكميات قليلة. الله، زين يا محفوظ، تبغى تلعب بنلعب، توك عندي. خلاص درويش، انت توكل وانا بتصرف. خلاص راح. زين ما سمعني. إذا سمعني وأنا أكلمك يخبر سالم ويقتلني. لا سالم ولا غير سالم يقدر يمس شعره من راسك يا حمدان. إيش كان يقول لك؟ كان يقول إن المناطق اللي حولنا استلمت بضاعة من عند حد غيرنا. إيش يعني؟ هذا معناته أن محفوظ عنده مخطط ثاني ويبغى يلعب معانا، بس ما عليه، أنا أعرف كيف ألعبك يا محفوظ. هذه البضاعة من عند نفس الشخص؟ يمكن يكون كذا، ويبغى يسيطر على المنطقة وبعد يطلعنا منها، وهذا يأكد أن هذا أحمد والعمي محمود. درويش. شيخ حمد، بشر، شو الأخبار؟ ايش تريدني اقول لك؟ الاخبار كلها منقطعة ومحتاجين بضايع، وما في احد قابلنا اخبار عن محفوظ. احنا محتاجين مصدر ثاني للبضاعة، ومحتاجين سفن كبيرة لنقل البضاعة. انا سمعت المناطق القريبة منا يصنعوا سفن، تريدني اروح اسألهم؟ زين تسألهم درويش، لأنه نحن محتاجين نبني تجارتنا بروحنا، المنافسين وايد. خلاص، الموضوع عندي وما يصير الا الخير. زين يا درويش، يلا توكل شوف شغلك. عمي حمدان، عمي احنا بدينا تجهيز بيت عمي محمود، بس ترى انا ما كملنا. وإيش تو مفهوم؟ الليلة نروح نكمل شغل، هذا البيت لازم يجهز.